النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من آفات اللسان قال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فيجب على الإنسان أن يحفظ لسانه. قال الشاعر: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه، كانت تخاف لقاءه الشجعان. فيجب على المسلم أن يحفظ لسانه من الكلام المحرم أو حتى الكلام الذي لا فائدة فيه من القيل والقال، فيحفظ الإنسان لسانه، فإذا حفظ لسانه حفظ بقية أعضائه.